تخفيضات تخفيضات تخفيضات. هو مين فينا اللي ما بيحبش التخفيضات اللي أول ما بيسمع عنها بيجري جري على المحلات ويشتريها؟ النهاردة أنا جايبة لكم عرض، اسمعوا للآخر قبل ما تاخدوا القرار. يلا بينا. في مرض عندنا بيجي في الأبقار وفي الجاموس وبيعمل شوية أعراض كده، ركزوا معايا فيها كويس قوي. أول حاجة بيعمل لي ارتفاع فجائي في درجة الحرارة، يعني يبقى الحيوان من بياكل وبيشرب زي الفل، وفجأة تلاقي ارتفعت درجة الحرارة توصل ل41 و42. مش بس كده، ده كمان بيحصل توقف في حركة الكرش وبيعمل نفاخ، تلاقي الحيوان بطنه منفوخة وبيجيله إمساك. كمان بيعمل لي إفرازات من العين ومن الأنف ومن الفم، وتفتكر كده إنه دخلت عليه حمى قلعية، تفتح بقه تلاقي ما فيهوش أي حاجة. الله، أمال إيه الحكاية؟ كمان بيعمل لي التهاب في الضرع، وتلاقي الحيوان اللي بينتج لبن عالي فجأة كده نزل في اللبن، ممكن يوصل ل50%. وعلى فكرة بيستمر الانخفاض ديت حتى بعد ما تروح الأعراض من الحيوان، بتستمر معانا 3-4 أسابيع قدام. طيب، كمان بيعمل لنا عقم مؤقت في الذكور، وبرضه ده بيستمر معانا لمدة 6 شهور كمان. طيب، بيعمل لنا كمان رعشة وتصلب في العضلات، وتخلي كده الحيوان أكنه متكتف كده. عارف الشد العضلي كده اللي بيحصل لنا وتبقى مش عارف تحرك جسمك؟ هو ده بالظبط اللي بيعمله المرض ديت في العضلات بتاعة الحيوان. كمان بيعمل لي التهاب رئوي، وبيعمل لي كحة ونهجان، بيعمل لي كمان سرعة في ضربات القلب، بيعمل لي كمان إجهاض. طالما في ارتفاع في درجة الحرارة يبقى ممكن قوي يعمل لي إجهاض للعشار، وخاصة لو هي في الشهور الأخيرة من العشر بتاعها. يعمل لي كمان تجمع في الهواء تحت الجلد، وعلى فكرة لو وصل للمرحلة دي، في الحالة دي على طول تذبح الحيوان، لأنه لما يوصل للمرحلة دي ملوش علاج. آخر حاجة معانا إن هو بيعمل لي رقاد للحيوان. نتيجة إيه؟ نتيجة التهاب المفاصل. طيب، إيه هو المرض الخطير دي اللي بيعمل كل الأعراض دي؟ المرض هو مرض اسمه حمى ال3 أيام. مرض حمى ال3 أيام دي بينتقل عن طريق الحشرات، سواء عندي الناموس سواء عندي الذباب، كل ده اللي هو عن طريق الدم بينقل لي المرض. كمان بينقل لي عن طريق الحقن بسنون ملوثة. يعني المرض ديت لا هو بينتقل بالتلامس، ولا هو بينتقل بالتنفس، ولا هو بينتقل بالأكل، بينتقل فقط عن طريق الدم، من دم الحيوان المصاب سواء بالحشرات أو بالحقن الملوثة للحيوان السليم. معنى كده إيه؟ معنى كده إن الإصابة بتصل إلى 100%. شوفوا خطورة المرض. يعني أول ما يخش عندك حيوان يتصاب وكان في حشرات في المكان، بسرعة كل القطيع هينتشر فيه المرض. مش بس كده، ديت كمان مرض فيروسي وعلاجه علاج أعراضي. يعني كل الأعراض اللي أنا قلتها لك دي هنعالج فيها واحد واحد. تخيل معايا القصة. يعني عندي هيديله مضاد حيوي، يعني هديله مضاد التهابات، يعني هديله خافض حرارة عشان ارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة، يعني هيحتاج مني منشط للأعصاب وللكرش، يعني هيحتاج مني محلول ملح، وهيحتاج مني كالسيوم. أول ما تنزل الحرارة لازم أديله كالسيوم، لأن الفيروس دي بينقص لي نسبة الكالسيوم في الجسم جدا. يعني من الآخر كده هدفع دم قلبي عشان أعالج الحيوان لو اتصاب بالفيروس ده، على الرغم إن الفيروس ده بيقعد معايا 3 أيام. لكن طبعا في حاجات بتستمر معايا زي ما قلت لكم، التهاب الضرع بيستمر معايا كم أسبوع لقدام، والعقم اللي بيحصل بيستمر معايا لمدة 6 شهور قدام. طيب، طب والحل؟ انت كده حضرتك جيت لي في ملعبي. عندنا الحل حاجتين مهمين، اول حاجة التحصين، تاني حاجة القضاء على الحشرات، لان زي ما قلت لك ان مفيش نقل للعدوى غير عن طريق الحشرات. طيب، القضاء على الحشرات وعارفينها هي ان انا هعمل نظافة، هعمل رش للحيوان والمكان، وهعمل ردم للبرك على قد ما اقدر. طب والتحصين؟ التحصين في عندي لقاح مستضعف اللي هو الأنبولة الصغيرة اللي بتتشال في الفريزر، والتانية المذيب بتاعها وده بيبقى 20 سنتي. يعني بعد ما نحله بندي لكل حيوان 2 سنتي تحت الجلد، ودي بتكفي لي 10 حيوانات. طب هحصن امتى؟ سيادتك لازم تحصن في الربيع قبل ما يدخل الصيف ب2 شهور، يعني تقريبا كده في شهر مارس وفي شهر إبريل. طيب، وكم مرة؟ مرة واحدة في السنة. تخيل المرض اللي بيعمل لي كل الأعراض المخيفة دي، مجرد إن أنا هجيب المصل وحقنه مرة واحدة في السنة هتجنب كل المشاكل اللي أنا قلت عليها. ولكن أخد بالي إن في أول مرة في أول سنة هتحصن فيها هيبقى في جرعة تنشيطية بعد 2 إلى 4 أسابيع.
أنا كده خلصت العرض بتاعي، مستني إيه؟ أنت لسه ما حصنتش؟ كانت معاكم دكتورة لمياء فؤاد، رئيس قسم الوقاية بإدارة أسوان البيطرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.